كتير مننا يسمع عن بعض أسماء الشوارع اللي موجودة في مصر، ولكن ما نعرفش مسمياتها بترجع لإيه. عندنا مثلا في شارع شهير جدا في مصر اسمه شارع أحمد حلمي. مش أحمد حلمي الفنان، لا، أحمد حلمي ده هو كان صحفي في جريدة اللواء، بالتحديد في عهد مصطفى كامل، وكان دائم الانتقاد للأسرة الخديوية. وبالمناسبة هو أول صحفي يتحكم عليه بالسجن نتيجة لمقالاته، وكان دائما بيدعو لمقاطعة البضائع الإنجليزية، للضغط على الإنجليز اللي كانوا محتلين مصر في الوقت ده بهدف إقامة مجلس نيابي. فالشارع هنا اتسمى على اسمه شارع أحمد حلمي. كمان عندنا حي مشهور جدا في مصر اسمه حي الأزبكية. حي الأزبكية ده نسبة إلى الأمير سيف الدين أزبك ابن تطغ الظاهري، والأمير سيف الدين ده كان أتابك الجيش المصري في عهد عدد من السلاطين زي تامر بغا والأشرف قايتباي. فبما انه اسمه سيف الدين أزبك فتم تسمية الحي على اسمه باسم حي الأزبكية. كمان عندنا شارع مشهور جدا في مصر اسمه شارع البطل أحمد عبد العزيز. والبطل أحمد عبد العزيز هنا مش أحمد عبد العزيز الممثل برضه، ولكن ده كان أحد ضباط الجيش المصري، وكان من ضمن الناس اللي قالوا واعترفوا بأن الحكام العرب اتأخروا في دخول فلسطين لنجدة الشعب الفلسطيني من الصهاينة. فيعمل إيه البطل أحمد عبد العزيز؟ استقال من الجيش وذهب هو ومجموعة من رجاله لمقاومة الصهاينة في فلسطين ولنجدة الشعب الفلسطيني، وبالمناسبة كمان استشهد هناك في فلسطين، فتم تسمية اسم الشارع على اسمه وهو شارع البطل أحمد عبد العزيز. كمان عندنا منطقة مشهورة جدا في مصر تحت اسم حي الحلمية، ويمكن الاسم واضح شوية من كلمة الحلمية، وده الاسم اللي كان يطلق على خديوي مصر عباس حلمي الأول، وعباس حلمي الأول ده طبعا كان حفيد من أحفاد محمد علي باشا. كمان عندنا حي مشهور جدا وهو من ارقى الاحياء في مصر النهارده، وهو حي الزمالك. حي الزمالك اتسمى كده ليه؟ محمد علي باشا سنه 1830 بنى قصر كبير في ارض الجزيره، وبالتحديد ما بين المزارع هناك في الجهه الشماليه من الجزيره نفسها. وكان حوالين القصر ده بعض العشش بيسكنها حاشيه مين؟ محمد علي. فطبعا كلمه عشه معناها باللغه الالبانيه المكان الذي يبنى من البوص او القش، فعلى اعتبار كده المنطقة بيطلق عليها أو العشة نفسها اسمها زملك نسبة إلى المجموعة دي كلها، فسميت حي الزمالك. كمان عندنا منطقة مشهورة جدا في مصر اسمها القصر العيني، وده بيرجع إلى مين اللي بناه؟ واحد اسمه شهاب الدين أحمد ابن عبد الرحيم. وشهاب الدين ده يبقى ابن قاضي القضاة بدر الدين محمود العيني. وطبعا هنا لما بنى المنطقة سماها تيمنا على اسم والده، وهي منطقة قصر العيني، حتى ان منطقة القصر العيني استولى عليها بعد كده المماليك، ومن بعدهم الفرنسيين، وبالتحديد نابليون بونابرت، لحد عهد سعيد باشا اللي أسس فيها مدرسة مشهورة للطب لحد وقتنا هذا. كمان في عندنا منطقة مشهورة جدا اسمها خان الخليلي، ودي بترجع لواحد اسمه جهرجس الخليلي رئيس الاسطبلات في عهد الملك الظاهر برقوق. وخان الخليلي دي اصلا كانت المكان او بمعنى اصح المقابر اللي كان بيدفن فيها الاسره الفاطميه. طبعا ما نقدرش ننسى ان في منطقه مشهوره جدا جدا في مصر لحد وقتنا هذا، وهي منطقه الحوض المرصود. الحوض المرصود ده كانت منطقه اصلا فيها عباره عن حوض من حجر الصوان الاسود. هذا الحجر اصلا او هذا الحوض كان مكان للشرب، استولى عليه الفرنسيون بعد الحمله الفرنسيه، واستولى عليه الانجليز من الفرنسيون، ولحد النهارده الحوض المرصود او الحجر ده نفسه موجود لحد النهارده في متحف في بريطانيا. طبعا في شارع كمان مشهور جدا وهي منطقه شارع لازغلي، ولازغلي ده اصلا كان وكيل مصر في عهد محمد علي، وسمي الشارع تيمنا على اسم الراجل لازغلي. اما بقى الشارع المشهور جدا في مصر ايضا وهو شارع عبد العزيز. الشارع ده سمي كده لان نسبة الى السلطان عبد العزيز، وهو سلطان الدولة العثمانية اللي كان عمل زيارة لمصر سنة 1860، وتم تسمية الشارع على اسمه باسم شارع عبد العزيز. كمان في عندنا شارع مشهور قوي اسمه شارع امير الجيوش، وده بيبدأ من أول باب الشعرية لحد شارع المعز لدين الله الفاطمي. وأمير الجيوش هنا كان المقصود به القائد بدر الدين الجمالي. وطبعا بدر الدين الجمالي مشهور قوي بأنه أنقذ مصر من كارثتين. الكارثة الأولى هي كارثة المجاعة اللي حلت بمصر، والكارثة الثانية هو الوقت اللي كان فيه الأتراك والبرابرة مسيطرين على مصر ومستغلين ضعف الفاطميين، وكانوا بيعيشوا في الأرض فسادا، وهو اللي قدر يخلص مصر من المشكلتين. عشان كده سمي هذا الشارع على اسمه شارع أمير الجيوش نسبة إلى بدر الدين الجمالي. أتمنى أن المعلومات على الأقل تكون عجبتكم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.